المقادير بتاعتي ان شاء الله انا هستخدم هنا 4 حبات من البيض زي ما انتم شايفين، اي حجم يا جماعه تستخدموه. تمام، هستخدم على طول في الخلاط، كل مكوناتي هستخدمها النهارده معاكم في الخلاط. معروف ان كيكه الخلاط كيكه سريعه ما بتاخدش وقت معانا، فعشان كده النهارده انا حابه استخدم الخلاط عشان اخلص معاكم. هستخدم ان شاء الله كوب من المعياري الصغير طبعا من الحليب 125 ملي، وزيهم بالظبط من الزيت 125 ايضا، ومن السكر هستخدم 200 جرام من السكر، ومعلقه صغيره من الخل. كل المكونات دي هحطها على بعضها وهضربها في الخلاط، وهرجع تاني احط معاكم 3 معالق من الكاكاو الخام. تمام يا جماعه، يعني مش محلى. وهستخدم عليهم كمان معلقه صغيره زي ما انتم شايفين، معلقه صغيره من النسكافيه اللي هو القهوه سريعه الذوبان، وهستخدم معلقه بيكنج باودر معلقه كبيره. وكل المكونات دي هرجع تاني واحطها في الخلاط واضربها ولحد ما بتصير بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كده تمام، خلصنا. هبدا اصب الخليط بتاعي في زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله شايفين السمك بتاعه، مفيش تكتلات مفيش اي حاجه، ولا اروع ولا اجمل من كده ما شاء الله. هستخدم بقى من الطحين زي ما انتم شايفين معايا 200 جرام من الطحين زي ما حضراتكم شايفين، اللي هو الكوب الكبير المعياري زي ما انتم شايفين كده. وببدا احط الطحين بالتدريج امامكم واقلب بالخطوات اللي زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا انا شرحت الخطوات دي كتير في القناه عندي، تقليب الكيك بالشكل ده. تمام، وببدا بحيث ان انا افك اي تكتلات في الخليط. تمام، زي ما انتم شايفين كده بالخطوات اللي واضحه امامكم في الفيديو ان شاء الله. تمام، لحد ما اوصل بالسمك اللي هو المطلوب. طبعا يا جماعه الكيكه ديت ما بتبقاش بنفس سمك الكيك المعتاد اللي احنا معتادين عليه، ولكن بيبقى اخف شويه. تمام، بيبقى ايه، اخف شويه. اهم شيء النقطه دي مهمه جدا. تمام، يعني ما بيبقاش تخين مثل الكيكه اللي هي المعتاده، يعني تبقى فيها شويه سيوله. ماشي، على اساس بيعطينا هشاشه اكثر. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت اخر كميه في الطحين بتاعي ما شاء الله، وبحاول اقلب لحد ما اخلص كل الخليط بتاعي يندمج كله مع بعضه. وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، كده يبقى الخليط بتاعي قرب خلاص وانتهى الحمد لله، ووصلت للقوام اللي انا حباه. طبعا انا مجهزه من قبل يا جماعه الفرن، مسخناه على 180 درجه حراره طبعا على اساس يكون سخن، ومجهزه الصينيه بتاعتي. تمام، وهبدا اصب الخليط بتاعي. شايفين السمك بتاعه عامل ازاي؟ اهم شيء السمك يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، سمك جميل جدا وبيعطيني هشاشه ولا اروع من كده. كيكه سريعه وسهله بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين الخطوات امامكم، لازم اخبطها خبطتين كده ولا 3 عشان الفقاعات الهواء تطلع من الصينيه، وبحطها على طول في الفرن. دلوقتي كيكتي طلعت بسم الله ما شاء الله هشه وجميله جميله جميله فعلا يعني. بسم الله ما شاء الله، كيكه سريعه وخفيفه وهشه. يعني بصراحه انا يعني اتبهرت من جمالها ومن السرعه بتاعتها. جبت كده زي ما انتم شايفين اي عود اسنان طبعا نضيف طبعا، او اي حاجه تخرمي بيها، على اساس ان انا هستخدم شويه حليب. يعني انا بوريكم الهشاشه بسم الله ما شاء الله، كيكه اسفنجيه ولا اروع بجد.